الحمد لله خلصنا الفيزياء. ايا كان ايه اللي حصل في امتحان الفيزياء، عايزك تنسى خالص وتركز في اللي جاي، عشان اللي جاي مهم جدا وعليه درجات كتيره جدا جدا. ودلوقتي بصراحه قد ينتابك بعض المشاعر السلبيه، اللي هو انا خلاص حلمي ضاع، ضيعت مجموعي، مش هجيب مجموع، انا مش هوصل لاي حاجه، انا خلاص يئست، انا مش هكمل، او انا خلاص سلمت حلمي مع ورقه الفيزياء، بعد اللي حصل في العربي والفيزياء انا مش هلحق اي حاجه. بس يا صديقي عايز اقول لك على حاجه، ان والله العظيم محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل قدام غير ربنا. دي مش بتاعتك خالص، نتيجتك دي مش ملكك اصلا. فانت دلوقتي فرضا انت نقصت يا عم 10%، فرضا يعني، وهتجيب 90%، هل ده معناه انك في اللي جاي تضيع ال 90% دول، ولا تركز وتثبت على 90%؟ ركز في اللي جاي، انسى اللي فات خالص. وكمان عايز اقول لك على حاجه، مين قالك ان انت نقصت اصلا 10%؟ مين قالك كده؟ مين قالك ان انت نقصت الدرجات دي كلها؟ ما يمكن الناس دي كلها غلط وانت اللي صح. يعني مين قالك ان الاجابات اللي انت عملتها دي غلط والناس الثانيه دي صح؟ مين قالك كده؟ محدش عارف الاجابات الصح من الغلط، كل ده اجتهادات من عند الناس. الوزاره بتنزل نموذج مختلف تماما. اقسم بالله انا في امتحانات كتير جدا جدا يعني كنت متوقع حاجات درجات وبجيب اعلى منها بكتير. مفيش حاجه اسمها خلاص انا حلمي ضاع، انا جيت درجتي مش عارف نقصت على 20 درجه في العربي و40 درجه في الفيزياء. مفيش الكلام ده كله. امتحان الفيزياء انا عارف ان هو بيبقى صعب، وناس كتير جدا بتشتكي منه، وعلى مدار كل الدفعات اللي فاتت امتحان الفيزياء بيجي من اصعب الامتحانات. وامتحاننا كان من اصعب امتحان الفيزياء في التاريخ اصلا، يعني في تاريخ الثانويه العامه كان من اصعب الامتحانات امتحان 24، مع انه والله كان بسيط جدا وكان كويس، انا مش عارف ليه صعبوه يعني. بس كانت مشكله في الاخطاء. وامتحانكم ان شاء الله يكون بسيط وكويس والناس تخرج مبسوطه منه. وان كان في بعض الناس زعلانه دلوقتي من امتحان الفيزياء، بس مفيش مشكله، انسى خالص الفيزياء وركز في اللي جاي. الانجليزي مهم جدا جدا، وانا غلطت غلطات شنيعه في الانجليزي، اقسم بالله غلطت غلطات فظيعه. فاوعى تغلط اللي انا غلطت فيه. ايه هو بقى؟ ان انا ما ركزتش على الكلمات. ركز قوي على الكلمات، الكلمات مهمه جدا جدا جدا. اوعى تهمل الكلمات، عشان تلتين الامتحان عباره عن كلمات، القطع عباره عن كلمات، كلمات المنهج، الترجمه عباره عن كلمات. انا غلطت في الترجمه سؤال اقسم بالله ندمت عليه يعني جدا يعني. فركز قوي على الكلمات وحل ترجمه كتير، الترجمه مهمه جدا، حل ترجمه كتير. وطبعا الجرامر عندك، اهم جرامر عندك المبني المجهول مهم جدا جدا، بيجي عليه اسئله كتير قوي، وبيجي عليه سؤال بدرجتين المبني المجهول. وعندك اللي هو الزمن بتاع ويتش وهوم والحاجات دي، اللي هي مش فاكر والله اسمها ايه، وين وويتش ووير والحاجات دي مهمه جدا. وعندك برضو الازمنه كلها، كل الازمنه مهمه جدا، لازم تحفظها كويس وتعرف كل زمن استخداماته ايه، وايه الحاجات اللي بتيجي معاه بقى، ام واز وار واي ان جي والحاجات دي لازم تحفظها كويس. رابع حاجه المستقبل، لازم اسئله المستقبل تيجي في كل الامتحانات لازم. وطبعا زي ما قلت لك لازم تركز على الكلمات قوي. طيب هنقسم الايام اللي جايه ازاي؟ طبعا وقت الانجليزي عباره عن ايه؟ بقيه الخميس والجمعه والسبت، وده طبعا وقت ضيق جدا جدا. وبصراحه بشوف ان هو بيتظلم، الانجليزي بيتظلم بجد، لان الوقت بتاعه ضيق قوي، ضيق قوي بجد. وكل الدفعات اللي فاتت برده كان الوقت ضيق، بس وقتكم انتوا بجد ضيق بشكل غريب الصراحه. فربنا معاكم بجد، والله يكون في عونكم بسبب الوقت ده. بس ان شاء الله نحاول يعني نجتهد فيه ونعمل كل اللي علينا فيه بحيث نستغله كويس. طب نستغله كويس ازاي؟ ان انت النهارده باذن الله بقيت يوم الفيزياء، اقعد خلص الكلمات، اقعد كده خلص كل الكلمات المنهج، راجعها كويس واحفظها كويس قوي في بقيه يوم الخميس ده. وعندك يومين التانيين بقى، يوم خد الجرامر كله، الازمنه بقى والحل عليها ومراجعه الاخطاء بتاعتك وكل حاجه في يوم، الازمنه كلها، الجرامر كله، ماشي. واخر يوم اقعد حل اسئله بس. وطبعا كل يوم في الايام دي لازم تحل على الاقل قطعه او قطعتين على الاقل يعني، عشان تتدرب على القطع، عشان القطع مهمه جدا. الحمد لله الحمد لله في امتحاننا القطع ما كانتش صعبه، فان شاء الله برضو ما تجيش صعبه عندكم، بس ركز على القطع انك تحلها كويس وتتدرب عليها كتير. الكلمات اللي مش مفهومه في القطعه عادي جدا، والله العظيم انت اصلا بتخش الامتحان نص القطعه مش فاهمها ولا عارفها، بس بتكمل عادي وبتعرف تحل. اقسم بالله انا ما غلطتش حاجه في القطعه خالص، وكان معظم القطع مش فاهمها، بس بالاستنتاج بتعرف تحل، فاهمني؟ مش لازم تكون عارف كل القطعه وترجمتها عشان تعرف تحل الاسئله، لا، تيجي بسيطه والله العظيم. القطعه تبقى ابسط حاجه في الامتحان وهي القطعه ان شاء الله يعني. والترجمه مهمه جدا بقى، دي اللي فيها العقده، ان انت لازم تتدرب كتير قوي قوي على الترجمه. ودي اكتر غلطه انا عملتها، ان انا ما ذاكرتش ترجمه كويس وما حلتش عليها كتير بصراحه، ندمت بجد. فحل كتير على الترجمه عشان خاطر مهمه جدا. الايساي ان انت لازم تكتب كل يوم في الثلاث ايام دول على الاقل ايساي مره، لازم تكتب مره وتتعلم ازاي تكتبه. شوف مدرس بيحل على اليوتيوب ايساي وتعلم ازاي بيكتبه وازاي بيمشي الخطوات بتاعته، بيقسمه ازاي والفقرات والنظام بتاعه، عشان تدخل الامتحان تنظيمه بس بيديك عليه درجات. في الشكل بتاع الايساي مهم جدا، وتكتب بخط كويس وتكتب كلام كويس، مش اي هري وخلاص، لا اكتب كلام منظم وكويس عشان تاخد عليه درجات. والايساي باذن الله باذن الله مضمون برضه. بس ان شاء الله اهم حاجه الترجمه عشان بتنقص كتير. انا نقصت في الانجليزي 4 درجات ونص، وبصراحه كنت يعني من اكتر المواد اللي نقصت فيها. انا عارف ان ممكن حد يسال دلوقتي طيب امشي مع نفسي ولا اسمع لايفات ولا اسمع مدرسين ولا اعمل ايه بالظبط؟ بصراحه من وجهه نظري انا بشوف ان انت تمشي مع نفسك احسن. في الكلمات تمشي مع نفسك، ما تسمعش اي حد، ركز ان انت بتراجع مع نفسك بس، ما تسمعش حد في الكلمات.
لكن في الجرامر ممكن بصراحه يعني انا كنت بفضل في الانجليزي ان انا اسمع الناس بتشرح قدامي عشان ارجع بسرعه ويوفر معايا وقت. من احسن الناس اللي سمعتها بصراحه مستر عبد الحميد حامد في الجرامر، بجد شرحه جميل جدا وبيلخص وبيديك الخلاصه، يعني بيديك الحاجات اللي تخليك تجيب درجات على طول، فاهمني؟ مش محتاج ان انت بقى تتفزلك او تحفظ حاجات كتير، لا. وبرده من احسن الناس في السكيلز وفي الاساي المستر شريف المصري، يعني بجد والله العظيم انقذني بجد في الاخر. سمعته في الاخر في الامتحان في الاساي وفي السكيلز. السكيلز مهمه جدا، ركز عليها قوي، ركز عليها قوي عشان خاطر بيجي سؤال على ا وان وذا، ومعظم الناس بتغلط فيه، فركز على الحته دي، ا وان وذا بيجي دفعه ودفعه، لا دفعتي ما جاش فهيجي دفعتك، فركز قوي عليه عشان هيجي عليه سؤال وممكن تغلط فيه، فركز قوي عليه. فان شاء الله خير، ما تقلقوش، الانجليزي بيجي بسيط وسهل، وربنا معاكم وتيجوا مبسوطين باذن الله. بس سلام.